والله هذا الموقف حصل معي. صديق لي الله يرحمه واصيب بالسرطان. تعلموا الادب مع الله يا شباب. ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ في عافيه. طب اضطررت انك تحكي، يبقى ايه؟ لا والله ابدا، ده انا ايه يعني، حصل حاجه كده بس الحمد لله، ده ربنا اداني واداني واداني. واقعد بقى ساعه احكي عن عطايا الرب سبحانه وتعالى. طب ايه العطايا؟ هي العطايا لازم تكون خفت؟ لا والله مش لازم، مش لازم. العطايا ممكن انك الهمت الصبر. عطاء ده ولا مش عطاء يا جماعه؟ لقيت كده جواك سكينه ورضا. عطاء ده ولا مش عطاء يا جماعه؟ والله هذا الموقف حصل معي. صديق لي الله يرحمه واصيب بالسرطان، وهو شاب، وكان يعني شاب قوي وبتاع، وراجل لعيب كاراتيه قد الدنيا، واصيب بالسرطان بقى جلد على عظم. كلمني في تليفونه وهو خلاص يعني في النزع، يعني بيموت، الراجل بيموت يعني، وهو مات فعلا بعديها على طول بكام يوم. وهذه الكلمات قالها لي. يعني انا اول ما كلمني، طبعا هو منظره صعب، يعني انت هيكل عظمي. فانا ابتديت ايه يعني، حضرت ايه يعني، زورت في نفسي كلاما عن الرضا وعن كذا. يا دوب جيت بتكلم قال لي بقول لك ايه، انا راضي لابعد درجه. انا ما بتكلمش عشان كده اصلا، والله ده كلامه ليا. انا راضي باي حاجه بتحصل فيا والابعد درجه، وده مش سبب مكالمتي لي. انا مش بكلمك عشان تقول لي كلام ارضى بيه، انا راضي عن ربنا. والله يا جماعه ده كلام الرجل. انا بكلمك بس عشان اشوف انا في الايام اللي باقيه لي دي، اللي انا قاعد يحكي لي شويه حاجات بيعملها، ده كده احسن حاجه ولا في حاجه احسن ممكن اعملها؟ ده سبب مكالمتي. فمش عاوزك تحكي لي كتير، انا مش عاوز كلام عن رضا ولا عن صبر، انا راضي. ازاي يا جماعه انا ما اشوفش ده عطاء؟ ازاي يعني؟ ده اعلى العطاء. فاحنا ممكن نتكلم في ده يعني. والله ده انا ايه يعني، حاجه بسيطه كده، وسبحان الله يا اخي ربنا مديني رضا عجيب. سبحان الله يا اخي، ما كنتش متخيل ان ممكن اصبر على حاجه زي كده. ربنا انزل عليا صبرا ما فيش بعد كده. سبحان الله يا اخي، ان يجي فيا وما يجيش في حد بحبه، ده كان هيبقى اصعب عليا. وتقعد تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. انت بتشتكي مين لمين يا ابني؟ ما هو انت ما تقعد تقول ايه والورم وكبر، هو مين اللي جاب ومين اللي كبر الورم ومين؟ انت بتشتكي مين لمين؟ بتشتكي مين لمين؟